تهديد ولا كلام فاضي من ده. اللي حدث ان انا اكتشفت ان في اول واحد تقريبا في السوشيال ميديا اكتشف الموضوع ده، ان في واحد جنب محمد عادل اثناء عمليه القتل كان بيدفعه الى القتل ووطى عليه كده زي اللي بيديله حاجه. هي مش ظاهره، الفيديو مش ظاهر، وطلبت من الناس تساعدني تجيب لي فيديوهات، فالناس جابت لي فيديوهات كتيره لغايه لما يعني بان بشكل واضح ان الراجل ده فعلا كان مع محمد عادل، وعرفت القط لقطه لوشه، عرفت او بالجنب كده. بعد كده فوجئنا ان الشخص ده موجود في عزا نيره جنب والد الاستاذه هدير والمرحومه نيره بالتقريب، يعني انا مش باكد، بقول هو بالتقريب. فابتديت اتكلم وقلت للناس انا عندي مفاجاه، وابتديت اتكلم اقول مش ده هو ده يا جدعان ولا ايه القصه؟ لان احنا بنبحث عن الحقيقه، احنا ملناش هدف ان احنا نشوهك او كلام من ده استاذه هدير، بس احنا بنبحث عن الحقيقه. اللي حدث بالظبط ان انا اول ما نوهت على الموضوع ونزلته فوجئت ان طبعا الناس متشوقه لاي اخبار، عملوا شير كتير جدا للموضوع، والناس ابتدت تجود بقى وتقرب الصوره وتعمل، لغايه لما جبت ان نفس الشنطه اللي في ايد اللي قتل محمد عادل موجوده بنفس المسكه مع شخص في العزاء جنب والدها. اتضح ان ده محمود ابن عمتها. لما عملت كده فوجئت ان الاستاذ محمود ده بيتصل بيا، والاستاذه هدير دي بتتصل بيا، وكلموني ناس محترمين قالوا لي انت مش جهه قضاء ومش عارف ايه وكلام من ده، وشيل البوستات عشان خاطرنا وكده. انا كنت خدت القرار ان معلومه زي دي لازم تروح للمحامين افضل، فرحت شايل المنشورات وقلت اسمع طالما هم جولي اسمع. سمعت من محمود ده الراجل بيقول انا كليه اداب لغه عربيه ومش عارف ايه، وانا في اليوم ده ما كنتش موجود، وانا واداني والدته اللي هي عمه نيره، وبعد كده كلمتني الاستاذه هدير وهم اللي اتصلوا بيا ومعايا المحادثات. انا كل اللي كنت كاتبه ايه؟ عندك طلعه بعد العيد عشان تقول لنا مين الطرف الثالث، لان هي على صفحتها انا فوجئت ان هي بتقول ان الشرطه جابت الولد ده، والولد ده قال انا ما اعرفش محمد وماليش دعوه بيه. ازاي ما يعرفش محمد؟ وازاي هو في عزا والدك؟ اذا كانوا فعلا جابوه او اذا كان هو فعلا محمود الله اعلم، ده شغل الحكومه بقى مش شغلنا، تمام؟ لكن من حقنا نسال، ما انتوا مش هتطلعوا ترندات واحنا هنقعد نتفرج وساكتين، انتوا اللي مشغلين السوشيال ميديا، وقلنا لكم اسكتوا قبل كده عشان الناس تسكت، انتوا اللي عاملين تهيج راي عام، انتوا اللي مشغلين السوشيال ميديا، انتوا اللي خليتوا دماغنا تشتغل وراكم ونشوف ده صح ولا لا. اللي حدث ان انا كلمتها بمنتهى الاحترام، وعندي ادلتي على كده مش هقول ازاي، كلمتها بمنتهى الاحترام وقلت لها عندك حق، وانا اوعدك ان انا مش هتكلم على نيره، ولكن نيره بتيجي في سياق الحديث، واعترفت لي ان نيره علمانيه فعلا، بس قالت لي علمانيه سياسيه مش ملحده، واعترفت لي ان دي صورها، واعترفت لي كله موجود. يعني اتكلمت معاها بمنتهى الادب وقلت لها وانا اخوك الكبير بطلوا كلام على الاعلام، بس انا بعد اذنك طالما هو مش محمود انا شايف ان ده فعلا مشارك في الجريمه او محرض، فاذا كان محمد عادل هيتحاسب وفي محرض لازم المحرض هيتحاسب. دي نقطه. وفجاه بقى النهارده ان انت عامله بلاغات، اولا اعملي بلاغات زي ما انت عايزه، مش بقول انا مش خايف، انا القانون بتاعنا انا عارف قانون المصري كويس جدا، اعملي بلاغات زي ما انت عايزه، البوست لا فيه تهديد ولا عندك محادثات تهديد ولا الهبد اللي قاعده تهبديه. انت كده اثبتت لنا ان انت من النوع، يعني حضرتك واهلك بيتعرفوا ترموا بال على الناس، بتعرفوا ترموا بال على الناس، وده بيؤكد لنا ان محمد كان بيتعامل هذه المعامله. وانا برضو رساله للناس، انا ما قلبتش على محمد، بس الفكره طالما انت شفتهم ناس كده، انت متمسك بنيره ليه يا اخي؟ انت اتمسكت بيها ليه؟ هو اخواتك دول ما لهمش حق عليك؟ امك ما لهمش حق عليك؟ مالهاش حق عليك؟ الدنيا كلها قفلت على البنت دي لدرجه ان نسيت بيتك واهلك ومسؤوليتك وان انت الراجل الوحيد لبيت. لازم نيجي على محمد، احنا رجاله ما نفهمش في قصه امبولي انح في الحب زازا دي، ما نفهمش فيها. فحضرتك يا استاذه هدير دي رساله ليك، وانا بطالب كل اهلي يدافعوا عني بسرعه ويشيروا الفيديو ده، عشان ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. حضرتك دافعتي ليه على صفحتك على الجروب بتاعك؟ دافعت ليه على المحرض؟ الناس بتقول لك ده محرض الى القتل. خلي بالكم اهو الاقي سعادتك طالعه تقولي لا الشرطه جابته وسابته مفيش حاجه. طب احنا سالنا عرفنا انه ما اتجابش، يبقى انت مصلحتك ايه ان انت تدافعي عن محرض عن القتل؟
ده اللي انا سالته لك. هتتبلي عليا عشان اسكت؟ مش هسكت. ولو سكت مصر كلها عرفت والوطن العربي كله عرف، كله هيتكلم معاكي. انا احترمتك من كلمه قلتيها، انك انت اعترفتي لي ان اختك كانت علمانيه، واختك كانت موديل، وكانت ومش عارف ايه، بس برضو اختي ولازم ادافع عنها. الكلام ده وجع قلبي عشان راجل محترم، فقلت انا مش هجيب سيره نيره تاني. لكن وصولات الامانه انتوا معترفين انكم مضيتوا وصولات امانه وبتقولوا انها عاده عرفي. وفعلا انا تاكدت من خال الولد، ولقيت لقاءات مع خال الولد بيؤكد فيها ان الولد جاله بعد وصل الامانه. يعني مفيش عمليه الاغتصاب اللي ابتدعوها عشان يسخنوا الناس اللي ماشيه ورا محمد. انا لا مع محمد ولا مع نيره، الاتنين بالنسبه لي ضحايا مجتمع، والاتنين صعبانين عليا، وده كلامي من الاول. وقلت من اول لحظه القاتل يقتل في كل البثات المباشره بتاعتي. لكن لو حضرتك بتعملي كده اهلا وسهلا بيكي، وان شاء الله هنروح المحكمه وهنروح للنيابه، وهقدم المحادثات اللي بيني وبينك، وهقدم المكالمه اللي بيني وبينك، والمكالمه اللي بيني وبين محمود، والمحادثه اللي بيني وبين محمود، وهعرف النيابه اللي حصل. والقضاء بتاعنا والنيابه مش عبط يعني، هيسمعوني ويسمعوكي. بعد بقى ما نعمل كده هقدم برضو اللي عندي، ودي رساله ليكي، وده اللي انتوا قاعدين تعملوه. كل ما تتكلموا تقعوا في الغلط اكتر، ويبان حقيقتكم اكتر، والناس تشوفكم اكتر، والناس تهاجمكم اكتر. والظاهر انكم فرحانين بالكلام ده. انتوا فرحانين بالكلام ده. فين اهل المذيعه شيماء؟ مش ظاهرين لان عالم حزنانه في العيد، مش ظاهرين، ما بيتكلموش، ما بيطلعوش في اعلام، مش زيكم. لكن انتوا ما شاء الله ما شاء الله عايزين تبقوا حديث المدينه 24 ساعه، انتوا والصحف الصفراء اللي بتنزل عليكم. متشكر لكم جدا، وان شاء الله هرجع عليكم بالحق المدني.